سنة جديدة وفرصة أكيدة. شو ما كانت خططك هالسنة ممكن تكون نقطة تحول بحياتك إذا عرفت كيف تستغل الفرص. ما في شيء اسمه مستقبل غامض، الغموض هو بس إذا ما عندك خطة أو إذا ما بدك تستفيد من فرصة. خلينا نحكي كيف فينا نخلق فرص لأنفسنا. اولا تابع جديد بكل مجالات العمل، مثلا بالتكنولوجيا تابع شو عم يصير بعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي لتقنيات الويب 3. ممكن تلاقي فكره مشروع جديده تنفذها او مهاره مطلوبه بهذا السوق تتعلمها. بالاستدامه والبيئه مثلا، اليوم العالم كله متجه نحو مشاريع صديقه للبيئه. فكر شو المنتج او الخدمه اللي ممكن تقدمها بهذا المجال. عندك العمل عن بعد، توظيف اليوم صار اكثر مرونه. انت اليوم اذا كنت عندك مهاره ممكن تدخل فيها للاسواق العالميه من خلال عملك عن بعد. ثانياً، تطوير الذات هو أول خطوة للفرص. تعلم مهارة جديدة، اسأل نفسك شو الشيء اللي ممكن تتعلمه اليوم ويزيد قيمتك بكرة. ابني شبكة علاقات قوية، كل فرصة ممكن تبدأ مع شخص تعرفه. خصص دائما وقت للتواصل مع مجتمعك المهني بشكل دائم. احضار فعاليات، هني مجتمعاتك بمناسباتهم الشخصية أو العامة. اهتم بصحتك العقلية والجسدية، لأنك ما رح تستفيد من هاي الفرص إذا كنت مستنزف. نظم وقتك وخصص وقت للراحة والنشاط الرياضي. ثالثاً، فكر بطريقة مختلفة. حول المشاكل لفرص. كل مشكلة بتواجهها أو بتشوفها منتشرة فكر شو حلها. تقبل الفشل كجزء من النجاح. إذا حاولت وفشلت مو نهاية العالم، اعتبره درس وارجع حاول مرة تانية. فكر بإبداع، بدل ما تنافس الكبار بنفس الطريق فكر بشي جديد لو كان بسيط ما يكون مستهلك. السنة الجديدة مو بس فرصة لبداية جديدة، هي فرصة حقيقية لتعمل فيها فرق بحياتك، تحقق فيها أهداف جديدة لو كانت صغيرة. هي خطوة نحو حلم كبير ممكن تعيشه وتحققه بنفس الوقت. تحياتي.